السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني. ماما بوظت الدنيا طبعا امبارح بالليل. خربتها يعني ممكن اسبوعين قدام. فممكن عملت لها حاجة شبه من العقاب شوية، اللي هو مفيش فطار لمدة الاسبوع. هتاخد الغدا، والغدا هيبقى نص ربع رغيف مش نص رغيف. تمام. وما اديتلهاش غير علبة تونة وسط فانتياه صغيرة، وبرتقانة برضو صغيرة، والربع رغيف والجزر طبعا. بالمناسبة للجزر بقى، جالت كمية تعليقات امبارح والنهاردة لحد دلوقتي على الجزر. يا حبيبتي، انت شايفة ان الجزر بيتخن، انت حرة، انا ما قلتلكيش كولي جزر، لكن الجزر ما بيتخنش. الجزر سعراته قليلة جدا 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 جدا. في نسبة سكر، هو في نسبة سكر، لكن سكر ايه؟ سكر طبيعي. ما في فرق ما بين السكر طبيعي اللي ربنا خلقه لنا في الفاكهة في الخضار من السكر اللي احنا بنستخدمه. ده سهل جدا ان الجسم بيحرقه، مش زي السكر اللي هو الصناعي، زي السكر اللي بندخله في الشاي، زي السكر اللي بنستخدمه في حياتنا طبيعية. في فرق كبير. طب ما الخيار فيه نشويات، هو اصلا عبارة عن نشويات، لكن الخيار من انواع الخضار، وكمان سعراته قليلة جدا. قلتلكم كذا مرة، اهم حاجة السعرات. الجسم متحدد بسعرات معينة، اخدتيها نشويات، اخدتيها دهون، اخدتيها بروتين، اخدتيها زي ما اخدتيها هتفضلي ثابتة. تمام. اخدتيها اقل هتخسي، اخدتيها ازيد طبيعي هتتخني. يعني ماما اهو، عشان هي طبعا بوظت الدنيا امبارح، اديت لها ربع رغيف بس. وبقينا العصر اذن اهو، ده تقريبا كده الساعة بقت 4 او داخلة على 4 دلوقتي. وشلت لها وجبة الفطار، وهي مش هتاخد فطار، وكل يوم هفطرها على العصر. في الحدود دي لازم تعاقبي نفسك عشان تعرفي تستمري. لازم عاقبي نفسك بالمشي 3-4 ساعات. وعلى فكرة همشيها النهاردة 4 ساعات، همشيها 4 ساعات عشان يوم ما تفكري انك تاكلي، بصي تتراجعي بدل المرة مليون، تفتكري العقاب، تفتكري انك قاعدة جعانة ومش عارفة انك تاكلي. التزموا بالعقاب، هتعرفوا تلتزموا بالدايت، وهتعرفوا انكم تنزلوا. انا مش قلت هيكون لها اول يوم في الحملة النهاردة، لا، هي هتمشي معاكم، واللي عملته هتعوضه. احنا بننام متأخر، فبتجوع بالليل، هي ما بتجوعش طول النهار، الجوع كله بيجي بالليل. وانا برضو كذلك، الجوع كله بيجي بالليل من الساعة 10 كده يبدأ الجوع. وجوع ايه؟ جوع كلنا اكيد كده في الشتاء بالذات. فلازم ان احنا نعاقب نفسينا عشان نعرف نستمر. فانا قلت هخليها صيام متقطع فترة طويلة، اللي هي تفطر تاكل اخر النهار، واحاول على قد ما اقدر برضو هاكلها على المغرب او المغرب. كل مدى احاول ازود لها الوقت، عشان احنا برضو بنصحى متأخر. انا بصحى بدري وبرجع انام تاني، واصحى الظهر بعد الظهر كده، فاحنا يومنا مش مظبوط. فكل واحدة على حسب يومها. شوفي انتي بتجوعي امتى وظبطي يومك عليه. بتجوعي بالليل يبقى ابدأي يومك متأخر. وحبايبي اللي هيقولولي لا ما ينفعش الحرق ومش الحرق، طول ما انت بتاكلي اكل صحي حرقك هيبقى كويس. طول ما انت بتعملي الصيام المتقطع حرقك هيبقى كويس. مش هتفرق اكلتي الصبح من اكلتي اخر النهار. اهم حاجة انك تنتظمي في حكاية السعرات الحرارية، وانك تنتظمي على قد ما تقدري باكل صحي عشان يظبط معدل حرقك. لازم تخلي بالكم من العقاب. عاقبي نفسك
4 ساعات مشي متواصلة 4 ساعات مشي. شيلي وجبة الفطار دي خالص. الغدا خليها خضار وبروتين وربع رغيف بلدي، ولو هتاخدي رز او مكرونة خليهم معلقتين مش 5. تمام. وزي ما قلت الناس اللي اتكلمت على الجزر، انا ما قلتلكمش كلوا جزر، والجزر ما بيتخنش يا جماعة. بعد اذنكم اللي مش عاجبه نظامي ما يضايقنيش، يعني ايه، ياخد بعضه ويمشي. يعني انتوا شايفين اللي انا بعمله غلط او انتوا مش مقتنعين بيه، من فضلكم ما تضايقنيش، امشوا. ما انتوا شايفين ان انا غلط، امشوا من فضلكم، لان انا ما تعودتش ان ارد على حد بقلة ذوق. اصل المفروض انت جايه بمعنى اصح خسي معايا، مش تيجي تقولي لي ده بيتخن وده ما بيتخنش. يا حبيبتي انت ليكي في الاخر النتيجه. بعد اسبوع لقيتي جسمك منزلش ومشيتي باللي انا قلته بالحرف، بتعالي قولي لي انت ما بتفهميش، ساعتها اتقبل منك اي كلام تقوليه. لكن غير كده لا، انا مش عايزه حد يعلق يقول لي الجزر بيتخن ما بيتخنش وسكر ومش سكر. يا حبايبي الجزر من انواع الخضار، سعراته قليله جدا جدا، هو المتوفر عندنا واحنا بنحبه، احنا بنحب نجيب الجزر. انت حره، مش حابه تاكليه ما تجيبهوش. انا ما قلتلكيش هاتيه ولا كليه، او كليه. نخلي بالنا من الكلام. انا ما قلتش لحد هاته ولا حددت اي نوع من انواع الخضار في النظام، انا قايله اي كميه من الخضار، عشان ما طبعا كل خضار فيه فيتامينات وفيه حاجات كتير جسمنا محتاجها. على فكره التونه دي انا كنت عاملاها معاكم، ان شاء الله في العشاء هوريكم العشاء بقى هيكون عباره عن ايه. وزي ما قلت لكم اهتموا بالعقاب عشان تعرفوا تستمروا، لازم تهتموا بالعقاب. العشاء يا بنات علبة الزبادي، طبعا بجيب من اللي هي الكبيرة فهتاخد نصها بس، و10 نقط فيتامين سي طبعا موجود عندك في البيت، او اللي انت حباه فيتامين سي، او نص عصرة او نص ليمونية وتعصريها اللي يعجبك. واسفة جدا جدا لو ايه لا هو فعلا فعلت وغصب عني والله العظيم. التعليقات بتيجي تنرفز اي حد، انتوا لو مكاني اكيد هتتنرفزوا. في نفس الوقت انا ما بحبش اتجاهل تعليق حد، لاني بتجاهله دي يعني مش عامله له اعتبار. وانا عمري في حياتي حتى لو كان التعليق جايلي ايه، عمري ما هتجاهل تعليق اي حد. شفت اي تعليق لازم ارد عليه، وعمري برضو ما هرد على اي حد بطريقة مستفزة او باي طريقة. بس اللي شايف ان حاجة بعملها غلط بتتخن او الكلام ده، يا جماعة انا لو بعمل حاجة غلط او بتتخن او الكلام ده كله ما كنتش زماني خسيت. مستحيل كنت اخس اصلا. بلاش تعقدوا الدنيا على نفسيكم. جسمك محتاج له كل حاجة، كل الفيتامينات، حتى الدهون المفيدة محتاجها، زي زيت الزيتون، زيت جوز الهند، زيوت كتيرة جدا جدا، زي صفار البيض. ما صفار البيض ده ايه؟ دهون. بس جسمنا بيحتاج لكل العناصر. احنا نهتم شوية بس بالموضوع ونبطل نعقد نفسينا، والله العظيم كل حاجة هتتحل، بلاش تعقدوا نفسيكم وتعقدوني معاكم. والله انتوا عقدتوني بشكل غير مباشر، بصوا بشكل فظيع. يعني انتوا متخيلين اما كل شوية تلاقي تعليق سلبي، طب حطوها في دماغكم كده، انا ازاي هكون خسيت
وازاي هكون لو الحاجة دي غلط كنت باخدها وما زلت باخدها قدامكم؟ يعني ماما بتاخدها ازاي بقى؟ وانا ما قلتش لحد كل جزر. انا مش عارفه هو بيزعلكم ليه الجزر يعني. معلش اسفه طولت عليكم قوي. بس والله يعني غصب عني ان شاء الله. بطلع اتكلم معاكم مباشر، وهرد على كل الاسئله بتاعتكم. ربنا يفرجها ان شاء الله. واجيب تليفون غير تليفوني، لان تليفوني ما بيعملش بث مباشر، وارد على كل اسئلتكم. وكل الحاجات اللي بنعقد نفسينا بيها ان شاء الله هتبطلوها. انا جربت كل اللي انتوا بتقولوه والله العظيم، وكنت بجري ورا كلام الناس كلها. كل حاجة ممكن تتخيلوها وما تتخيلوهاش انا جربتها. وصفات، اعشاب، براشيم، كل حاجة ممكن تتخيلوها، كل حاجة. بس مفيش حاجة جابت معايا نتيجة. كل اللي كان بيجيب معايا نتيجة هو اني فلوسي تسرق بمعنى اصح، وانا راضية ان فلوس تتاخد مني وعلى حاجة بتضرني. هو ده اللي كان بيحصل، هي دي كانت النتيجة مش اكتر. البرشام اللي هو المشهور قوي، بدون ذكر اسماء عشان محدش طبعا يفكر اللي هو يجيبه للسكر المشهور للتخسيس. جبته، كل حاجة جبتها، كل حاجة، سد شهية، حرق دهون، كل حاجة جبتها. مفيش حاجة جابت نتيجة. استهدوا بالله وجربوا اسبوع وشوفوا النتيجة. لقيتوا في نتيجة كويسة يبقى الحمد لله نكمل. ما لقيتش نتيجة كويسة تعالي قوليلي انتي ما بتفهميش، والله هتقبل منك اي كلام ساعتها تقولي. بس بلاش تعصبوني، بلاش تنرفزوني، بلاش التعليقات المستفزة. معلش اسفة جدا طولت عليكم. لو انتوا اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير عشان يوصلكم كل جديد.